نبعل؟ والله خويا وليد، انا كيما الناس الكل انت تعرف اللي كنا مرابطين مع بعضنا متآزرين في محنه الشعب التونسي، اللي هي مش محنه لانها الايام الاولى على الاقل كانت محنه، ولكن من بعد وقعت عمليه تحرريه كبيره جدا في تونس وتحررنا، او على الاقل خيل لنا ان تحررنا من كل القيود، من كل المؤامرات الى غير ذلك. وكيفكم الكلكم واتصلوا بي على الساعه الثالثه ويقولوا لنا البارح صار بعض القطع في البث في الصوت والصوره، ولو انت لوفيس ناسيونال دو تيليفزيون اللي مسؤول على البث يقولوا لنا اللي وقتها كانت فما اشكاليات على مستوى اليات البث نتاعنا لان خدمه 24 ساعه في المباشر، ثم اليوم على الساعه الثالثه يقولوا لنا اللي راهو فما اشكاليه في البث، وقعدنا في اتصال ولمده 6 دقائق، ولكن تبين في الاخير يعلمونا الاخوه الزملاء في الديوان الوطني للارسال انه صدرت التعليمات بين ظفرين ما نعرفش من عند شكون وكيفاش انه يقع قطع بث قناه حنبال، ونتفاجئوا في نفس الوقت اللي يقع فيه قطع البث نتفاجئوا بانديرو لونك الورقه الحمراء اللي تعبت في التلفزه الوطنيه بين الظفرين في الاولى والثانيه اللي تقول فيها وقع قطع البث واعتقال باعث قناه حنبال وابنه اللي هو معناها اخيه اللي موش شقيق يعني اللي هو الصغير، ويقولوا اللي وقع اعتقالهم في حين انهم هم في دارهم. وبعد نص ساعه من الجدال والجدل تجي سياره معناها تابعه للامن ويقع اعتقال والدي من فراشه ومن سريره، وناس الكل يعرفوا انه هو انسان مريض وعمل معناها صارت له برشا عمليات لغير ذلك، ويقع اقتدائهم الى مقر وزاره الداخليه. وهنا تساؤلات كبيره. انا مانيش نحكي برشا على الجانب على والدي العربي نصر، ومانيش نحكي برشا على باعث القناه وعلى خويا الصغير غير ذلك، هذا مش موضوع الساعه. انا الشيء اللي ما باهت فيه وباهت فعلا ويشاركني في ذلك عدد كبير من الاخوه الحقوقيين والاخوه رجال القانون وانت بيدك يعني يشاركوني البهته هذه، التهمه الموجهه للعربي نصر، التآمر الاول، التآمر على امن الدولة، شوف الكلمة مكبرها، شوف باش ترجعنا للنظام البائد وترجعنا للحقبات السوداء مش متاع بن علي بركة، ولكن حتى تحت بورقيبة وحتى تحت الاستعمار الفرنسي. شو التآمر على امن الدولة. ثم التهمة الثانية اللي هي اعظم واخطر، الخيانة العظمى، يعني وقع اختزال 23 سنة من نظام بن علي برموزه واقطابه وكبار اساميه وجلديه والناس اللي عملوا في البلاد هذه شر شمنتر، شكون اختزلوها في العربي نصره اللي هو وجهت له